السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل اسرع عشاء او غدا ينفع الاتنين، وحاجة حلوة جدا وبسيطة بامكانيات موجودة في كل بيت. هنجيب طماطم، تمام، وهنجيب هنقطعها صغير خالص، وهنجيب فلفل ونقطعه صغير خالص برضو زي ما انتوا شايفين كده، مكعبات بسيطة جدا. كميات من كل حاجة اتنين، تمام، من كل حاجة اتنين. كل حاجة موجودة، كل مكون معانا. هنحتاج طماطم وفلفل، وهنحتاج بصلاية واحدة، بس بصلاية واحدة صغننة خالص، دي بس اللي حاجة واحدة، وبطاطسيتين كويسين متوسطين، تمام. وهنقطع كل حاجة بطريقة صغيرة كده. كل اللي هنحتاجه بقى بعد كده، يعني دول الجديد، يعني دول يعني احنا لما دقناها بصراحة كانت تحفة وجميلة، وقلت افيدكم معايا. في ناس بتبقى محتاجة ان هي تتعشى ومكسلة او تعمل غدا ومش قادرة وكده. دي وجبة حلوة جدا جدا ومتكاملة وجميلة وهتعجبكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين انا بقطع كل حاجة بطريقة صغيرة خالص، وهنجيب شوية زيت على النار، وهنحمر اول حاجة البطاطس، لان طبعا البطاطس اكتر حاجة في الموضوع ده كله بتاخد وقت. اوكي. هنسيبها لحد ما تحمر زي ما انتوا شايفين، مش قوي بس يعني ايه، خلاص هتخش في السوا، لان الحاجات الباقية بتدبل على طول وبتستوي على طول. هنقلب معاها البصلاية تقلبتين، وبعد كده هنحط الطماطم والفلفل بتوعنا، وبعد كده شوية بابريكا، فلفل اسود، ملح. وهنقلب الخضار بتاعنا كده، وبعد كده هنجيب 4 بيضات. البيض بقى اعملي الكمية اللي تعجبك، يعني احنا كنا عاملين 4 بيضات، وهتضربيهم بشوية ملح وفلفل اسود، ملح وفلفل اسود، وبعد كده هتحطيهم على الخليط لما تلاقي ان الخضار كله دبل معاكي، وبعد كده هتقفلي عليه الغطا وهتسيبيه شوية لحد ما يعني ايه يهدى شوية، وبعد كده هتحطي الموتزاريلا اخر حاجة. انا حطيت الموزاريلا بعد البيض، مفيش دقيقة، تمام. وهقفل عليهم دلوقتي واسيبهم مع بعض يستووا. يعني الموضوع كله على بعضه مش بياخد من 5 ل10 دقايق، وبتلاقي كل حاجة استوت وكل حاجة بقت تمام. هقفل عليها وهنزلها في الصينية او في الطبق بتاعي. بتنزل بصوا زي البيتزا بالظبط، بتنزل زي البيتزا بالظبط. مش قادره اقول لكم على كميه جميله جميله ومفيده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك او اشتراك وتفعلوا زر الجرس. باي باي.